السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف دايرين مع هاد السمره تبارك الله ومع هاد الشتيوه؟ الله يجيبها على قد النفع يا ربي. حمدنا الله وشكرنا على هاد الشتيوه اللي جات بزاف. نهار الجمعه اللي درنا هاد الكساريه ديال الكسكسو كان تبارك الله واحد الشتيوه فرحنا بها والله الا البنات لا فرحنا بها، الحمد لله عليها نعمه. ايوا هنا البنات بديت لكم من نهار الجمعه. هنا الوالده كتسقي كسكسو درناه بشويه ديال الحمص والتفايه كيشطو، المهم بسيط، كساريه بسيطه وصافيه البنات. داكشي ما فيه لا زواق لا حتى شي حاجه، كيف ما حطيناها شاركناها معاكم. درتها هنا بالسميده والدجاج نيت. ايوا المهم غندوزو البنات لواحد البسبوسه بالليمون، تتجي زوينه بلا حليب بلا دانون. غادي ناخذ قبيصه ديال الملح وجوج ديال البيضات. هاد البسبوسه البنات تتجي معلكه وزوينه، غجربوها غير ما ديروش كيف درت انا. راني يعني غفلت عليها فاش هبطت لتحت تحمرت ليا بزاف. المهم هنا ضفت نص كاس ديال السكر سنيده، وخديت واحد المنداريه صغيره حكيت القشور ديالها. ضروري نحكوها الا حقيتهاش البنات. دابا البسبوسه ديال الليمون خصها يعني تكون منسمه مزيان بالليمون. صافي هاد البسبوسه كيف ما قلت لكم راه اقتصاديه وما يعني ما فيهاش مقادير بزاف، غير بالليمون. شربتو بحال هكا الليمون ولقيتو حامض وما حلوش تاع الماكله. خاد العام تبارك الله راه الليمون داير الثمن، ما كاينش كاع الناقص، 160 140. وهنا غادي نضيف واحد نص كاس ديال الزيت وحنا كنخلطو. بغيتو ديروا الخلاط الكهربائي ديروه، بغيتو ديروا العادي هكا بليد. وهنا نضيفو كذلك ثاني كاس ديال عصير الليمون. صافي وكنخلطو كلشي وغادي ندوزو باش نديرو النواشف. هنا بالنسبه للسميده عندي كاس ونص ديال السميده. العبار دائما بالكاس ديال العنبه. كاس ونص ديال السميده. بغيت ديروا جوج كيسان ديال السميده ديروهم، بغيتو ديروا كاس ونص ديال السميده ونص كاس الاخر كنديروه ديال الفورس باش كتجينا رطبه وهويني مسقيه وشاربه ومعلكه. يعني الصراحه كتجي احسن من ديال السميده، كلشي سميده. المهم في المجموع هما جوج كيسان، كاس ونص ديال السميده على نص كاس ديال الفورس وجوج خمارات حمرين من وزن 8 غرام. صافي وكنخلطوا كلشي وغادي نكبوها في المول اللي دهنته بزويته وشويه ديال السميده رقيقه، وغادي ندخلها للفران طيب على خاطرها، وندوزو نحضروا السيرو باش غادي نسقيوها. صافي يا البنات هنا هي من بعد ما طيبتها كيف ما قلت لكم راني غفلت عليها. فاش هبطتها لتحت فات يعني فات بشويه. المهم السيرو درت الليمون، عصير الليمون مع السكر سنيده، ديروا القياس اللي بغيتو وكنسقيوها. وهي يا اما تكون بارده والسيرو سخون، ولا يعني تكون سخونه والسيرو بارد. صافي كنسقيوها مزيان بداك الليمون، طبختو مع السكر سنيده فوق البوطه مزيان. صافي وكنزينوها باللوز، عفوا كاوكاو كونكاسي بحال هكا مهرمش، حمرتو زينتو بها وبالصحه والراحه. ندوزو نحضروا البيتزا البنات. عندي الخميره ديال الدار، حبيبات، عندي الزعتر، عندي السكر سنيده، وعندي شويه ديال الملح. وغادي نضيفو نص كاس ديال الزيت الروميه والفورس نص كيلو. هادشي اللي كاين البنات. غادي نعجنها ونخليها حتى تخمر. وهنا واحد العصير درتو البنات بغيت نتقاسمو معاكم، راه كيدار بالسيترونه وجوج الليمونات، جوج منداريات. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه شربوا ليا منه، مازال كاع ما صفورتو شربوه. تيجي صراحه خاطر البنات وزوين. كتنقيو ديك السيترونه، من بعد ما كتنقيوها وتحيدوا لها دوك العظيمات وتقطعوها قطعوها البنات دوائر. كتحيدوا ليها دوك العظيمات ديالها، كتلوحوها في مولينيكس. هذه السيترونه بجلوفها بكلشي ليها، ما تحيدوا حتى شي حاجه، غير العظيمات هما اللي كنحيدوا. وكنقيو دوك جوج منداريات حتى هما وكنحيدوا لهم العظومه وكنلوحوهم مع ديك السيترونه، ونضيفوا الماء ونطحنوا ونصفيوها ونديروا السكر سنيده وكنقدموه بالصحه والراحه. راه كيجي غزال هذا العصير البنات، غير جربوا. راه غير نسيت ما صورتوش معكم مره اخرى ان شاء الله. المهم هنا غادي ندوزو للبيتزا ديالنا. العجينه راه خمرات، غادي نستعملوا هنا السميده الرقيقه. هي فاش غادي يعني نقرصوها غادي نستعملوا كيف ما قلت لكم السميده الرقيقه باش كتجينا مقرمشه. هادشي علاش كنديروا السميده الرقيقه البنات. الا بغيتو البنات ديروا بيتزات كبار واخا تقسمتو على 3، ولكن يكونوا كبارين. بغيتوهم غير مميان قسموا على 4 يجيوكم في القياس، يعني يكونوا مميان باش ما تجيكمش يعني لاباط غليظه بزاف، راه كتنفخ بزاف البنات. المهم صافي كناخذ اول وحده غادي نطلقها مزيان، وغادي ندوزو باش نتكوها بالفرشيطه.
بالنسبه لهنا لاباط البنات راه خطيره، كتجي غير جربوها والله لا البنات. كتجي زوينه. هذه هي لاباط اللي يديروا في السناكات وفي المطاعم، راه كتجي غزاله. غير كيف ما قلت لكم ما تغلطوش العجين باش يجيكم زوين. صافي كنطلقها الاولانيه وغادي ندوز نتكها بفرشيطه. بالنسبه هنا غادي نتقاسم معكم 3 ديال الحشوات. هاد الاولانيه غادي نديروها بالصلصه البيضاء. بالنسبه للصلصه البيضاء البنات اللي عندها الكريمه ديرها كيف غادي ندير انا. اللي ما عندهاش الكريمه غادي تصايب غير لاصوص بيشاميل، ولكن ما ديرش فيها الكوزه، غير لاصوص بيشاميل العاديه وتكون خضره شويه. وكندهنوا بها هاد الخبيزه ديالنا او هاد البيتزا ديالنا وهي خضره هكذا. عاد كنعمرو بالحشوه والفرماج. صافي هادشي اللي كاين. اللي ما عندهاش الكريمه راه حتى هي كتجيبيها لذيذه وزوينه. انا هنا عندي هاد الكريمه ديال الطبخ، غادي ندير منها شويه، غادي ندهن بها غير باش نوعو شويه. غادي نديرو 3 ديال الحشوات. المهم على حساب داكشي اللي عندنا في الدار كنخدموها البنات. دائما البيتزا داكشي اللي عندنا في الدار نخدمو به. هذا مكان. هنا غادي ندهنها كيف ما قلت لكم بالكريمه، وغادي ندير فوقها عفوا لا دانت فيمي. الا كان ديروها البنات، ما كانش ممكن ديروا غير الدجاج تقطعوه شرائح رقيقه، تشحروه في مقيله مع شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر والثوم بودره. والثوم بودره والمهم صافي ومليحه، ونشحروه مزيان البنات حتى نيت يشرب دوك التوابل. صافي كنديروا فوق هاد الكريمه ولا لاصوص بيشاميل اللي درنا، وكنديروا الفرماج احمر. راه حتى هي كتجي خطيره البنات، كنديرها زوينه. انا غير تصاب عندي هاد لادان فيمي بقى عندي في الثلاجه، قلت راه نحيدو نديرو في هاد البيتزا ونوض. هادشي اللي كاين البنات. المهم هنا غادي ندير لادان فيمي. كانت عندكم تاني الشامبينيون حتى هو ديروه معاها، ولكن الشامبينيون البنات داك الطريم الاحسن زوين. راه صراحه بنين هذاك البنات احسن من العلب. انا لقيت هذاك راه كنشريه كيجي بنين في الطياب، في اي حاجه درتيه تيجي زوين. صافي غادي نديرو، غادي نضيف من فوق الفرماج احمر، وندير واحد الحكيكه ديال واحد الرشيشه ديال الزعتر. صافي كندخلوها للفران طيب. البنات الفران هو السر ديال البيتزا، خاص الفران يكون سخون مزيان البنات. يعني كندخلوها ولا بات رقيقه دغيا كطيب وكتجي مقرمشه وزوينه. الفران يكون سخون. هذا مكان البنات. صافي هذه هي البيتزا الاولى شاركتها معكم. غادي ندوزو نشوفو الحشوه الثانيه. بالنسبه للبنات البيتزا الثانيه خديتها حتى هي وتكيتها بالفرشيطه مزيان. درت هاد لاصوص. هذه البنات هاد لاصوص انا ماشي صاوبتها صراحه، شريتها من اتاكادا. راه جوج يطرو البنات دايره تقريبا 24 درهم فاصله شي حاجه. صراحه زوينه. كتجي في البيتزا زوينه واقتصاديه كتقام عليكم. يعني اللي كيبغي بحال هكا الجاهزه يديرها يشريها ويديرها في الميكات ويديرها في المجمد. هنا درت شويه ديال الكروفيت، شويه ديال فلفله حمراء وفلفله خضراء وصافي. وغادي ندير الفرماج احمر من الفوق، وواحد الرشيشه دائما ديال الزعتر. دائما البيتزا من الفوق رشيشه ديال الزعتر، عاد ندخلوها للفران طيب في الفران يكون سخون. هذه هي الحشوه الثانيه. غادي ندوزو ان شاء الله نحضروا الحشوه الثالثه. بالنسبه للبنات الحشوه الثالثه خديت هذيك البيتزا تقبتها حتى هي بالفرشيطه، درت ليها شويه ديال لاصوص طوماط اللي قلت لكم. هنا غادي ناخذ الكفته غادي نديرها خضراء البنات. غير هو ديروها الصراحه تكون رقيقه باش كطيب دغيا، ما تغلطوش هذوك الكريسات الصغيورين. غادي ندير واحد الكريسات صغيورين يكونوا رقاقين باش دغيا كيطيبوا، لان الفران اصلا تيكون سخون بزاف البنات. يعني ملي كتسخنوه ربع ساعه قبل ما تبداو تحضروا البيتزات ديالكم، لاننا ضروري تكون طيب في واحد درجه الحراره مرتفعه بزاف باش تعطيكم هذيك التقرميشه اللي كتكون في السناكات. صافي درتها كيف ما قلت لكم رقيقه، ودرت عليها فلافل الوان من الفوق. بغيتو ديروا بصيله حتى هي من بيتزا، حاولوا انكم ديروا فيها داكشي يكون بلا ما تقعدوا طيبوا داكشي يكون خضر، راه تيجي زوين حتى هو كيطيب معاه وكتجي بحال ديال الزنقه. ماشي كذا نقعدوا حنا في الدار نبداو نشحر البصله نشحر الفلفله نشحر الكفته وتتبزري من هنا وتبزري من هنا، وفي الاخر ما تجيكش بحال ديال المطاعم راه كيديروا كلشي خضر ودخلها طيب لان درجه الحراره كتكون كبيره. صافي البنات هادو هما الشكلات ديالنا ديال البيتزا. هذه ديال الكفته وهذه ديال الكروفيت. راه واحد لاباط ما نقول لكمش البنات زوينه الصراحه، غير رقوا ما تغلطوش. انا هاد الاولانيه اللي درت لدن فيميس شويه غلطتها، اما الاخرين راني مشات تنفخات بزاف رققت مزيان. جاو الصراحه زوين واحد اللوغو صراحه بحال ديال السناكات. غير جربوها انا متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم.
كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، وكنقول لكم خليت لكم الراحة الى فيديو مقبل بإذن الله.